ايران بترد دلوقتي على اللي حصل معاها الصبح. لو حضرتك ما تعرفش، اللي ما يسموش الصبح استهدفوا موقع ومكان مهم جدا في ايران. طب ايه المكان ده؟ ففي حاجه اسمها يوم القدس العالمي، وده اللي كان عامله اللي هو الخميني المرشد العام السابق. الراجل ده سنه 79 جه قعد واجتمع وقرر انه يعمل حاجه اسمها يوم القدس العالمي، واليوم ده قرر انه يكون كل اخر جمعه من شهر رمضان المبارك. بدأوا يطبقوه في لبنان وعند اخواتنا وفي الدول اللي هي بتحاول تساند على قد ما تقدر اللي بيحصل لاخواتنا. المهم النهارده بقى كان هو اخر جمعة من شهر رمضان المبارك، فطبعا كانوا هم نزلوا جميع الوزراء والقادة، وقادة من الحرس الثوري وقادة من الحكومة بتاعت إيران نفسها، سواء وزراء سواء رئيس وزراء سواء وزراء للطاقة وزير دفاع. كل المناصب المهمة والشخصيات البارزة جدا في إيران نزلت النهاردة علشان اليوم ده، واليوم ده يوم أساسي كأنه عيد كده عندهم. مين بقى اللي ما يسكتش؟ اللي ما يتسموش. اللي ما يتسموش استغلوا النهاردة وتجمع كل القادة دي وكل الشخصيات المهمة دي، وبدأوا ان هم يبعتوا مسيرات. المسيرات دي نزلت بجانب المسيرة اللي هم كانوا عاملينها النهاردة. ده طبعا عمل مشكلة كبيرة، لان في شخص من اللي كانوا موجودين اتوفى، ولحد دلوقتي مش معروف مين كمان اتوفى. الحقيقة من ضمن احداث اليوم النهاردة ان كان وزير الخارجية ورئيس الدولة نفسه كانوا راكبين موتوسيكلات بيلفوا بيها شوارع ايران بالكامل، وكانهم بيبعتوا رساله للي ما يتسموش وللبرتقاني: احنا مش خايفين، احنا في الشوارع اهو ماشيين بموتوسيكلات كمان، يعني كمان لا في مدرعه ولا في اي حاجه، وظاهرين قدام الناس وقدام اي مسيره او طياره. لكن ايران اول ما حصل ده بدات هي كمان ترد. من دقائق بسيطه ايران استهدفت اماكن اقامه القاده عند اللي ما يتسموش، ويقال ان في ناس يعني اتصابت، لكن لحد دلوقتي مفيش اي يعني تقرير او بيان بان مين اللي استهدف. لكن الاعلام اللي عند اللي ما يتسموش هو طلع بنفسه واكد ان فعلا الاستهداف ده حصل. برضو في خلال الساعات اللي فاتت دي حصلت مكالمة ما بين رئيس ايران وما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. المكالمة دي تناولوا فيها الاوضاع اللي بتحصل دلوقتي، وكمان الرئيس السيسي اتكلم في نقطة ان هو ما ينفعش ان ايران تستهدف دول الخليج، فكان رد الرئيس الايراني ان الاستهداف ده مش لدول الخليج، واحنا ما بنقصدش بيه دول الخليج، احنا بنقصد القواعد اللي موجودة هناك، ولو القواعد دي اتشالت دلوقتي الاستهداف عليهم هيقف دلوقتي. وده اللي اتذكر في البيان اللي نزل على صفحة رئاسة الجمهورية المصرية، وقال ان مصر كمان طلبت ان هي تكون وسيط علشان يوصلوا لحل، وعلشان الاوضاع اللي موجودة في الشرق الاوسط دي تهدى، لان مش من مصلحة حد ان الاوضاع دي تستمر. الاوضاع الاقتصادية هتبقى صعبة جدا على جميع دول المنطقة بل على دول العالم. فيكفينا اقول لك ان ايران دلوقتي بدأت القادة بتاعتها كلها يتجمعوا، سواء من ناحية الحكومة او من الحرس الثوري، وكلهم عندهم هدف واحد: ان هم يردوا على اللي حصل النهارده، ان اليوم ده يوم مهم جدا بالنسبه لهم. فهيوصل الموضوع لفين؟ ادينا كلنا بنتفرج وفاتحين القنوات وهنشوف ايه اللي هيحصل. لكن السؤال ليك انت بقى، توقع الامور هتوصل لحد فين؟ لان زي ما قلت لك هي شكلها مطوله، واحنا فعلا طولنا، داخلين في الاسبوع الثاني او داخلين على الاسبوع الثالث كمان، فدينا مستنيين وهنشوف الموضوع.